أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو نور وسيف المصري. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس إعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد في مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنتكلم عن الصفة الفلزية واللافلزية. تعالوا نتكلم مع بعض عن خواص الفلزات واللافلزات. المعروف إن الفلزات يا أستاذ عناصر مستوى الطاقة الخارجي ليها بيحتوي على أقل من النص، يعني آخرها 1 أو 2 أو 3 إلكترون. زي مين يا أستاذ؟ زي الام جي 12. يلا نوزع الام جي 12. 2 8 2 كي ال ام، ده آخره 2، يبقى نوع العنصر عنصر إيه؟ فلز. عايزين نعرف يا أستاذ إيه الخواص الفيزيائية للفلزات واللافلزات؟ بتتفاعل إزاي؟ عايزين نعرف 3 حاجات. أول حاجة، يا ترى الفلزات دي بتتفاعل مع الأحماض ولا ما بتتفاعلش؟ يعني مثلا يا أستاذ لو خدنا مثلا المغنيسيوم Mg، فإنما حمض مثلا زي حمض الهيدروكلوريك HCl، واكتب على السهم دايل. دايل يعني إيه؟ يعني حمض الهيدروكلوريك دوت مخفف مزودينه بشوية مية. حمض الهيدروكلوريك ده يا ولاد اللي هو الكلور السايب بتاع المواعين اللي بيغسلوا بيه المواعين دوت، هو ده حمض الهيدروكلوريك. يبقى احنا عايزين نفعل مين؟ المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك. يجي في الامتحان يقول لك وضح بالمعادلات الرمزية تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك. يا ترى المغنيسيوم بيتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ولا مش هيتفاعل؟ يعني يا ترى الفلزات هتتفاعل مع الأحماض اللي هي فيها اتش من على الشمال ولا مش هتتفاعل؟ المغنيسيوم يا استاذ انشط من الهيدروجين. المغنيسيوم دوت انشط من مين؟ من الهيدروجين. فهيعمل ايه يا استاذ؟ هيحل محل الهيدروجين، هينزل مكانه. ليه؟ لان المغنيسيوم ده فلز نشط انشط من الهيدروجين فبيحل محله. فاحنا عندنا الفلزات النشطة زي المغنيسيوم او الصوديوم او البوتاسيوم بتحل محل الهيدروجين بتاع الحمض، بتتفاعل مع الأحماض وتنزل مكان الهيدروجين. هتدينا ايه بقى الام جي لما تنزل مكان الاتش؟ بدل ما هي اتش سي ال، لا هتتحول لايه؟ ام جي سي ال. ام جي ايه يا استاذ؟ سي ال. وتطرد مين بره؟ تطرد مين؟ الاتش. يبقى اديتني ام جي سي ال زائد اتش. اقول لك لا، ما ينفعش في اي معادله اتش تكون لوحدها، لان الاتش دوت غاز نشط. فالغازات النشطه الاتش بتروح تدور على كمان اتش معاها وتتحول لاتش كام؟ 2. الاتش بتدور على اتش وتتحول الى اتش 2 اللي هو جزيء الهيدروجين. الهيدروجين ده طبعا وهو طالع لو انت قربت له عود كبريت مولع بيعمل ايه يا استاذ؟ قال لك بيشتعل بفرقعه. بيعمل ايه؟ فرقعه. تمام. وفي حاجه تانية هنا يا استاذ، ايه حضرتك نسيت هنا رقم؟ المفروض ما تقولش ام جي سي ال، امال ايه يا استاذ؟ ام جي سي ال 2. في هنا 2 جت منين ال 2؟ لان تكافؤ المغنيسيوم دوت ثنائي، فبكتب الاتنين بتاعت المغنيسيوم التكافؤ تحت الكلور، والكلور كده كده واحد ما بيكتبش. اذا نسأل نفس سؤال، هي الفلزات النشطة بتتفاعل مع الاحماض ولا ما بتتفاعلش؟ اتفاعلت ولا ما اتفاعلتش؟ تتفاعل، وبتطلع غاز اسمه غاز مين؟ الهيدروجين. طب وده اسمه ايه بقى؟ اسمه ملح كلوريد مغنيسيوم. اسمه يا استاذ؟ ملح كلوريد مغنيسيوم. يبقى المعلومة بتقول لي ايه يا استاذ بقى؟ لو حبينا نلخص الكلام اللي احنا قلناه دوت هنقوله ايه بقى؟ تتفاعل الفلزات النشطة، تتفاعل الفلزات النشطة مع الأحماض. تتفاعل الفلزات النشطة مع الأحماض ويتصاعد غاز غاز مين اللي طلع في الآخر؟ طلعت غاز مين؟ الهيدروجين. ويتصاعد غاز مين؟ الهيدروجين. الهيدروجين ده بيعمل ايه يا أستاذ؟ الذي يشتعل بيشتعل بإيه؟
بفرقع. يبقى تتفاعل الفلزات النشطة مع الأحماض اللي هي فيها اتش من على الشمال ويتصاعد مين؟ الهيدروجين الذي يشتعل بإيه؟ بفرقعة. وإيه كمان طلع مع الهيدروجين؟ طلع ملح. يبقى طلع هيدروجين يشتعل بفرقعة وإيه؟ وملح. الملح دوت بيتغير بقى حسب الفلز اللي موجود. يبقى المعلومة بتقول لي يا أستاذ تتفاعل الفلزات النشطة مع الأحماض ويتصاعد هيدروجين يشتعل بفرقعة. إذا لو أنا عندي فلز زائد حمض هيدينا إيه يا أستاذ؟ هيدينا ملح زائد هيدروجين. طب يجي السؤال إزاي في الامتحان؟ يقول لك وضح بالمعادلات الرمزية المتزنة تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك. يبقى اكتب المعادلة بقى: مغنيسيوم Mg زائد حمض الهيدروكلوريك HCl. الMg ده فلز نشط أنشط من الهيدروجين، ينزل مكانه يدي إيه بقى؟ Mg Cl ما ننساش ال2 MgCl2. جت منين ال2؟ تكافؤ المغنيسيوم زائد يطرد مين بره؟ يطرد الاتش. ينفع اتش لوحدها؟ لا، اتش كام؟ اتش2. الاتش2 اللي طالع ده بيعمل ايه؟ بيشتعل بفرقعة. يشتعل بيه يا استاذ؟ بفرقعة. يبقى دي اول معلومة، الفلزات بتتفاعل مع الاحماض وتطلع غاز الهيدروجين. طيب المعلومة التانية يا استاذ، لو احنا فعلنا فلز مع الاكسجين. يعني ايه فعلنا فلز مع الاكسجين؟ فعلنا مع الاكسجين يعني حرقناه. فعلنا مع الاكسجين يعني ايه؟ حرقناه. يا ترى هيدينا ايه؟ زي مين مثلا يا استاذ؟ تعالى ناخد مثال كده. ناخد مثال. ادي المغنيسيوم Mg، ادي المغنيسيوم. لو حرقناه يعني ايه يا استاذ؟ يعني فعلناه مع غاز الاكسجين. الاكسجين رمزه O2. ما ينفعش اقول لوحدها، دايما الاو بتدور على كمان او تتحول ل O2. واحتراق يعني اعمل على السهم ايه؟ حرارة. المغنيسيوم ده مادة كده تبقى عاملة زي الدبلة الفضة كده. لو احنا سيبناها في الهواء فيه اكسجين، المفروض ان هي تتفاعل مع الاكسجين، بس مش هتتفاعل الا لما نسخنها. تجيب الولاعة كده وتولع في المغنيسيوم. يعني تولع فيه؟ يعني بتديله حرارة. فلما احرق المغنيسيوم في الهواء، احرقه يعني اديله حرارة هيتفاعل مع الاكسجين اللي موجود في الهواء ويتحول لمين يا استاذ؟ MgO. اسمه ايه MgO ده؟ اسمه اكسيد مغنيسيوم. اسمه ايه يا استاذ؟ اكسيد المغنيسيوم. يبقى يا استاذ تاني، المغنيسيوم Mg بيتفاعل مع الاكسجين، او ساعات اقول احتراق، يحترق المغنيسيوم في وجود الاكسجين وحرارة ويكون اكسيد مين؟ المغنيسيوم. يكون مين؟ اكسيد المغنيسيوم. طيب اكسيد المغنيسيوم اللي اتكون دوت، يا ترى لو انا حطيت عليه، جبته كده وقلبته في شوية مية وعملت منه محلول وحطيت له ورقة عباد شمس، يا ترى هيزرق عباد شمس ولا هيحمر؟ قال لك اكاسيد الفلزات زي اكسيد المغنيسيوم دي بتعمل ايه؟ بتزرق عباد الشمس. يبقى المعلومة اللي هطلع منها هنا يا استاذ ان انا اقول له ايه؟ تتفاعل الفلزات يبقى بنقول يا أستاذ تتفاعل الفلزات النشطة، تتفاعل الفلزات النشطة مع الأكسجين مكونة أكاسيد. تتفاعل الفلزات النشطة مع الأكسجين مكونة إيه؟ أكاسيد. الأكاسيد دي بتعمل إيه في عباد الشمس يا أستاذ؟ بتزرق عباد الشمس. فعشان هي بتزرق عباد الشمس بسميها أكاسيد قاعدية. بسميها أكاسيد إيه يا أستاذ؟ أكاسيد قاعدية. يعني إيه قاعدية؟ يعني بتزرق عباد الشمس. فيجي السؤال يقول لك إيه؟ أكمل. تتفاعل الفلزات النشطة مع الأكسجين مكونة أكاسيد نقط. أقول له أكاسيد إيه؟ أكاسيد قاعدية. طب علل ليه أكاسيد الفلزات؟ أكاسيد الفلزات
أكاسيد نقط. قلنا أكاسيد إيه؟ ها؟ أكاسيد إيه؟ قاعدية. تمام. طب علل بقى، ليه أكاسيد الفلزات أكاسيد قاعدية؟ أقول له ليه يا أستاذ؟ ها؟ أقول له لأن محاللها لما أدوبها فين؟ في المية. أخد الام جي او ده وأدوبه في المية، لأن محاللها في الماء مالها؟ قاعدية. يعني إيه قاعدية؟ تزرق عباد الشمس. أكاسيدها في الماء بتزرع عباد مين؟ الشمس. طيب يبقى أكاسيد الفلزات أكاسيد إيه؟ أكاسيد قاعدية. تمام كده؟ طيب تالت حاجة يا أستاذ، قال لي يا أولاد بعض أكاسيد الفلزات ممكن تدوب في المية. في منها اللي بيدوب وفي منها اللي إيه؟ اللي ما بيدوبش. يعني مثلا لو خدنا الام جي او، اسمه أكسيد المغنيسيوم. أكسيد المغنيسيوم لو دوبناه مية فعلنا مع المية H2O هيتفاعل ولا مش هيتفاعل؟ قال لك أكسيد المغنيسيوم، أكسيد الفلز القاعدي اللي بيزرع عباد الشمس، في منه بيدوب في المية. أكسيد المغنيسيوم ده بيدوب في المية. لما يدوب في المية هيدي إيه يا أستاذ؟ يلا لما فاعل مع المية يا ولاد بجمع. بنعمل إيه؟ بنجمع. يلا نجمع كده. آدي الام جي أهي. اللي فاضل كمان الأو. فاضل مين كمان؟ الاتش. بس الأو والاتش متكررين كم مرة؟ الأو متكررة مرتين والاتش متكررة مرتين، فخلي الأو اتش متكررة مرتين يعني أحطها جوه قوس واكتب تحتها كام؟ 2. فبقت إيه بقى؟ ام جي او اتش باي 2. يعني باي 2 يعني اللي جوه القوس متكرر مرتين. طب ليه حطيت 2 أصلا يا أستاذ؟ أقول لك لأن أصلا المغنيسيوم تكافؤه ثنائي، فالمفروض الاتنين بتاعته احطها تحت مين؟ تحت الاو اتش. فبقت ايه بقى؟ ام جي او اتش واحط باي 2. يعني التكافؤ المغنيسيوم ده 2 اهوت، حطيتها تحت مين؟ الاو اتش. طب لازم احط قوس يا استاذ؟ ما اخليها ام جي او اتش 2 من غير قوس. اقول لك لا، لو ما حطيناش قوس ده معناه ان الاتش بس هي اللي مكرره مرتين. لو حطيت ام جي او اتش 2 من غير قوس يبقى الاتش بس هي اللي متكرره مرتين. لا انا عايز الاو اتش كلها متكرره ايه؟ مرتين. تمام كده. يبقى بعض اكاسيد الفلزات بتدوب في الميه. بعض اكاسيد الفلزات اللي هي الاكاسيد القاعديه في بعضها بيدوب في الميه ويكون حاجه اسمها مش ده اكسيد قاعدي. قاعدي يعني ايه؟ يعني بيزرع عباد الشمس. طيب لما داب في الميه كون حاجه فيها او اتش. السنه اللي فاتت كنا بنسمي ده هيدروكسيد مغنيسيوم. اللي فيه هيدروكسيد يا ولاد وفي كلمة او اتش ده كنا بنسميه السنة اللي فاتت كنا بنسميه ايه؟ كنا بنسميه قلوي. بنسميه يا أستاذ قلوي. يعني ايه قلوي يا أستاذ؟ يعني بيزرق عباد الشمس. يبقى أكسيد المغنيسيوم بيزرق عباد الشمس وهيدروكسيد المغنيسيوم برضه بيزرق عباد الشمس. طب ايه الفرق يا أستاذ بين كلمة قاعدي وكلمة قلوي؟ كلمة قاعدي يعني أي حد بيزرق عباد الشمس. أمال كلمة قلوي يعني ايه؟ كلمة قلوي معناها ان هو بيدوب في المية ويديني حاجة فيها او اتش، واللي فيه او اتش ده بيزرق عباد مين؟ الشمس. طب يا استاذ مش كل اكاسيد الفلزات بتزرق وتدوب في المية؟ اقول لك لا، في اكاسيد ما بتدوبش فين؟ في المية. زي مين؟ زي مثلا اكسيد النحاس وزي اكسيد الحديد FeO. اكسيد الحديد اللي هو صدى. هو صدى بيدوب في المية يا أستاذ؟ هيدوب في المية؟ لا. أكسيد الحديد وأكسيد النحاس ما بيدوبش في المية. طب يبقى بقى أسميه قلوي؟ لا مش هينفع أسميه قلوي. أمال أسميه إيه؟ أسميه قاعدي بس. أسميه إيه؟ قاعدي بيزرع الشمس بس ما بيدوبش في المية. طب لو بيزرع عباد الشمس يا أستاذ وبيدوب في المية قاعدي؟ لا ده أنا ممكن كمان أسميه إيه؟ قلوي. يبقى تذوب بعض، مش كل بقى، تذوب بعض أكاسيد الفلزات في المية مكونة قلويات. بعض مش كل، لأن في بيدوب في ما بيدوبش. يبقى القاعدة الثالثة تذوب
بعض أكاسيد الفلزات، تذوب بعض أكاسيد الفلزات اللي هي القواعد، ممكن اكتبها تذوب بعض القواعد، تذوب بعض القواعد في الماء، مكونة ايه؟ مكونة ايه يا استاذ؟ قلويات. مكونة ايه؟ قلويات. وكلمة قلو قلنا يعني فيها ايه؟ OH. يبقى تاني كده، تذوب بعض أكاسيد الفلزات في الماء مكونة قلويات بتزرق عباد مين؟ الشمس. تمام؟ طيب يا أستاذ لا تعتبر كل القواعد قلويات. ليه مش القواعد أعتبرها قلويات؟ لأن في بعض القواعد ما بيدوبش في المية، فاللي ما بيدوبش في المية ده ما ينفعش أسميه إيه؟ ما ينفعش أسميه قلوي. لما بيقول لي لا تعتبر كل القواعد قلويات، مش كل القواعد. ليه بقى؟ علل ليه؟ لأن بعض القواعد لا تذوب في الماء. يبقى ليه يا أستاذ؟ لأن بعض القواعد مالها يا أستاذ؟ لا تذوب في الماء. ودي كده يا ولاد كانت خواص مين؟ الفلزات. تعالوا كده نفتكرها تاني مع بعض. خواص الفلزات 3 حاجات: بتتفاعل الفلزات النشطة مع الأحماض، مكونة ملح، ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بإيه؟ بفرقعة. تاني حاجة أكاسيد الفلزات أكاسيد إيه؟ قاعدية. ليه؟ لأن محاليلها في الماء بتزرق عباد الشمس. تالت حاجة تذوب بعض، مش كل، تذوب بعض أكاسيد الفلزات في الماء مكونة قلويات. بعضهم بيدوب في المية ويكون إيه؟ قلويات. طب ليه لا تعتبر كل القواعد قلويات؟ ليه مش كل القواعد قلويات؟ عشان في بعض القواعد ما بتدوبش فين؟ في المية، زي أكسيد الحديد وأكسيد مين؟ وأكسيد النحاس. طب يجي السؤال ازاي في الامتحان؟ يقول لي وضح بالمعادلات، يا اما يجي على هيئة وضح بالمعادلات الرمزية ويطلب مني معادلة من ال3 دول، تفاعل كذا مع كذا، تفاعل مغنيسيوم وضح بالمعادلات الرمزية المتزنة تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك، أو تفاعل المغنيسيوم مع الأكسجين، أو ساعات يقولها احتراق المغنيسيوم، ساعات يسميها إيه؟ احتراق المغنيسيوم. أو يقول لي تفاعل أكسيد المغنيسيوم مع المية. وخدوا بالكم عشان أكسيد المغنيسيوم مع المية في ناس كتيرة بتغلط وبدأت تكتب أكسيد المغنيسيوم MgO، بتكتبه Mg بس، بتنسى الأو. لا، أكسيد المغنيسيوم يبقى MgO، مع المية H2O. يلا نجمع. Mg والO والH متكررين كم مرة؟ مرتين. MgOH باي 2. كده المعادلة موزونة؟ موزونة. طب تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك، المغنيسيوم Mg زائد حمض الهيدروكلوريك HCl يدينا ايه بقى؟ MgCl. ما تنساش مين؟ ال2. جت منين ال2؟ تكافؤ المغنيسيوم ثنائي. زائد يطرد مين بره؟ H كام؟ H2. هتقولي بس كده يا استاذ المعادلة مش ايه؟ مش متزنة. ليه؟ لأن الهيدروجين هنا 2 لكن هنا 1. يبقى متزن هنا امتى؟ لما يبقى هنا قد هنا. طب هنا 2 وهنا 1 يبقى مش متزن. طب انا عايز اخليها اوزنها، عايز ازود الهيدروجين ده اخليه 2، ينفع احط 2 تحتيه؟ لا. امال بنعمل ايه؟ بنحط الاتنين قبليها كده. بدل ما يكون CL واحده حمض هيدروكلوريك، يعني واحده H وواحده Cl، لا بقيت واخد 2 من ال H و2 من ال Cl. بدل ما كانت واحده وواحده، لا بقوا 2 و2. فالاتنين دي مضروبه في ال H ومضروبه في مين؟ في ال Cl، فبقت ال H 2 طلعت ال H 2. طب ال Cl بقت 2 طلعت الكلورا 2. طب المغنيسيوم واحدة طلعت مغنيسيوم واحدة. يبقى المعادلة بقت ايه؟ متزنة. طب ننزل المعادلة اللي تحت كده نشوفها متزنة ولا لا. الام جي او 2 بيدينا ام جي او. انتوا بتغلطوا وتقولوا ام جي او 2، بتحط هنا 2 غلط. ليه يا استاذ؟ اقول لك اي حد بيتفاعل مع الاكسجين بياخد منه اكسجينة واحدة حتى لو هو 2. طب ليه يا استاذ؟ ما انت هنا المغنيسيوم مع الاكسجين خلاه ام جي او 2. اقول لك لا، هو بياخد واحدة بس. هتقول لي طب ما كده المعادلة مش ايه؟ مش متزنة. المعادلة مش ايه؟ مش متزنة. طب يا أسامة تحط هنا 2. اقول لك لا،
طب ما هو استاذ مغنيسيوم تكافؤ ثنائي، اقول لك ما هو ده تكافؤ ثنائي وده برضو كان تكافؤ ثنائي، فالاتنين بتاع ده هنا هتطير مع الاتنين بتاعت الاكسجين هنا، الاتنين هتطير مع الاتنين، بقت MgO. طب ما كده المعادلة مش ايه، مش متزنة، هنا الاكسجين 2 لكن هنا واحدة بس، يبقى خلي ده 2. طب اخلي 2 ازاي؟ احط 2 تحت؟ لا، احط 2 فين؟ قبلها كده، بقت الاتنين دي مضروبة في الMg ومضروبة في مين؟ في الO. هتقول لي بس كده يا استاذ الO بقى 2، هنا الO 2 تمام، بس كده المغنيسيوم بقوا كام؟ 2. طب هنا كام مغنيسيوم؟ واحدة، عايز اخليهم كام؟ 2. اعمل ايه؟ اضرب هنا في كام؟ اضرب في 2 كده، 2 Mg طلعت 2 Mg، 2O طلعت 2O. طيب تعالوا كده بعد ما عرفنا الفلزات، تعالوا بقى نتكلم عن مين؟ اللافلزات. اول حاجه يا استاذ، يا ترى الفلزات دي بتتفاعل مع الاحماض ولا ما بتتفاعلش مع الاحماض؟ الفلزات كانت بتتفاعل وتطلع هيدروجين يشتعل بايه؟ بفرقعه. طب اللافلزات يا استاذ، قال لك اول معلومه عن اللافلزات، اللافلزات مالها يا استاذ؟ لا تتفاعل مع الاحماض، ما بتتفاعلش مع مين؟ مع الاحماض. طيب خلصنا من اول واحده، يبقى اللافلزات زي الكربون، الكربون اللي هو C6 2 4، تمام، ومع ان اخره 4 لكن دايما بيكتسب، دايما بيكتسب، دايما بيساهم، دايما بيشارك، ومادام دايما يكتسب يبقى نوعه ايه؟ لافلز. طيب تعالوا نشوف الحته التانية، لو فعلنا مع الاكسجين، الفلزات كانت بتتفاعل مع اكسجين مكونه اكاسيد ايه؟ قاعديه، تمام. طب هنا بقى اللافلزات، لو خدنا الكربون مثلا سي، الكربون فعلناه مع الاكسجين، ده اسمه ايه؟ اسمه كربون، او ساعات بنسميه الفحم. هو الفحم هو مين؟ كربون. لو فعلناه مع الاكسجين، الاكسجين O2، تمام كده. سي زائد الO2، ما انساش اكتب على السهم ايه؟ حرارة، يبقى لازم احرقه، لازم اسخنه، لازم اولع في الفحم. لو جبت الفحم كده وسبته في الهواء مع الاكسجين اللي في الهواء مش هيتفاعلوا، تمام. ليه مش هيتفاعلوا؟ لان عشان يتم مش شرط تفاعل حرارة، يبقى لازم الفحم ده اولع فيه، اديله حرارة، اول ما اديله حرارة هيتفاعل مع الاكسجين ويدينا ايه بقى؟ سي زائد الO2 سهم عليه حرارة يدينا CO2، اسمه ايه دوت؟ ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد مين؟ الكربون. يبقى بيتفاعل اللافلز زي الكربون مع الاكسجين مكونا اكسيد، مكونا ايه يا استاذ؟ اكسيد. طيب يا ترى الاكسيد ده يا استاذ هيزرق عباد الشمس ولا هيحمر؟ اكاسيد الفلزات كانت بتزرع عباد الشمس، عشان كده كنا بنسميها اكاسيد قاعديه. طب اكاسيد الفلزات بقى، قال لك لا، دي بتحمر عباد الشمس. يعني لو مررت غاز ثاني اكسيد الكربون دوت على ورقه عباد شمس مبلله بميه، هيحول لونها للون الايه؟ للون الاحمر. لو حبينا نكتبها يا استاذ على هيئه قاعده هنقول له ايه؟ تتفاعل اللافلزات مع الاكسجين مكونه اكاسيد. طب الاكاسيد اللي هتكونها اكاسيد ايه بقى؟ حامضيه. تتفاعل معظم اللافلزات، معظم مش كله على فكره، تتفاعل معظم اللافلزات مع الاكسجين مكونه اكاسيد ايه؟ حامضيه، اغلبها بيكون اكاسيد حامضيه. طب ليه اكاسيد اللافلزات؟ ممكن يقول لك اكمل اكاسيد اللافلزات معظمها اكاسيد نقط. معظم اكاسيد اللافلزات اكاسيد ايه؟ معظمها اكاسيد ايه؟ حامضيه. طب ليه حامضيه يا استاذ؟ اقول له لان محاليلها في الماء، لما ادوبها في الميه، لان محاليلها في الماء حامضيه. يعني ايه حامضيه؟ تحمر عباد الشمس، عشان محاليلها في الميه، الكربون دوت دوبته في الميه هيديني حمض، والحمض ده بيعمل ايه في عباد الشمس؟
بيحمر عباد الشمس. عشان كده يا أستاذ لو جينا نعمل معادلة اهوت، لو خدنا ثاني أكسيد الكربون اهو CO2 فعلته مع المية H2O، هنعمل ايه؟ هيتفاعل مع المية. قلنا لما بنفعل مع المية بنجمع، بس هنا هنجمع بطريقة مختلفة شوية. هنجمع ونبدأ بمين؟ نبدأ بال H2، ثاني أكسيد الكربون مع المية. هنقول لك ايه؟ وضح بالمعادلات تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الماء. أقول له ثاني أكسيد الكربون ايه؟ CO2. لما فعله مع المية H2O. هنبدأ بال H2 بقى، يلا نجمعها. H2 ادي ال H2. فاضل مين؟ C. كام O؟ 2 وواحدة 3، يبقى CO كام؟ كام O؟ 3. بقت ايه بقى؟ H2CO3. H2 CO3. اسمه ايه ده يا استاذ؟ اسمه حمض الكربونيك. اللي بيبقى فيه اتش من على الشمال بيبقى اسمه ايه؟ حمض. وحمض يعني ايه؟ يعني بيحمر عباد الشمس. بيحمر عباد مين؟ الشمس. يعني انا لو خدت ثاني اكسيد كربون مررته على بخار ميه وحطيت له ورقه عباد شمس، هنعمل فيها ايه؟ هيحمرها عشان يتحول لحمض الكربونيك. يبقى ممكن نقولها يا استاذ بقى، القاعده بتاعتها نقولها ايه؟ تذوب اكاسيد، طبعا مش كله، معظم يعني، تذوب معظم اكاسيد اللافلزات. نحط كلمه معظم اهو عشان ما ننساهاش. تذوب معظم تذوب معظم أكاسيد اللافلزات في الماء مكونة إيه يا أستاذ؟ أكاسيد حامضية. مكون أكاسيد إيه؟ حامضية. يعني إيه أكاسيد حامضية؟ يعني بتحمر عباد الشمس. طيب بيجي لي السؤال في الحتة دي إزاي يا أستاذ؟ غالبا بيجي لي وضح بالمعادلات، وضح بالمعادلات الرمزية المتزنة، ويقول لي مثلا تفاعل المغنيسيوم حمض الهيدروكلوريك. يبقى عايز مني المعادلة واكتبها له متزن. تفاعل المغنيسيوم مع الأكسجين، أو يقول لي احتراق المغنيسيوم في جو من الأكسجين، أو تفاعل أكسيد المغنيسيوم مع المية، أو تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع المية، أو تفاعل الكربون مع الأكسجين، أو دي ساعات بيقولها احتراق الإيه؟ الفحم. يبقى عايزين أكتب له المعادلة وزنها. أو يجي على هيئة سؤال علي، ليه أكاسيد الفلزات قاعدية؟ أقول له لأن محللها في الماء بتزرع عباد الشمس. طب ليه أكاسيد اللافلزات حمضية؟ لأن محللها في الماء بتحمر عباد الشمس. تمام؟ طيب ليه لا تعتبر كل القواعد قلويات؟ عشان في بعض القواعد زي أكسيد الحديد وأكسيد النحاس ما بيدوبوش فين؟ في الماء. على فكرة يا ولاد كلمة قاعدي دي كلمة كبيرة، بتشمل جواها كذا حاجة. من ضمن الحاجات اللي جواها أكاسيد الفلزات. أكاسيد مين؟ أكاسيد الفلزات. وطبعا أكاسيد الفلزات في منها إيه؟ نوعين. في منها اللي بيدوب، فاللي بيدوب ده بسميه إيه؟ قلوي. وفي منها اللي ما يدوبش، فاللي ما يدوبش بسميه إيه؟ قاعدي. تمام؟ وفي يبقى القاعدي دوت أكسيد فلز بس ما دابش، لكن القلوي أكسيد فلز بس إيه؟ بس داب. هم في الآخر اسمهم إيه؟ قاعدة. في كمان حاجات تانية قاعدة بتزرع عباد الشمس بس مش أكاسيد فلزات. في مثلا بعض أملاح الكربونات، في مثلا محلول النشادر، كل دول يعتبروا إيه؟ قواعد. تمام؟ قلوي يعتبر إيه؟ قاعدة، لكن مش أي قاعدة لازم تبقى إيه؟ تبقى قلوي. يبقى كل القلويات اللي فيها OH قواعد بتزرع عباد الشمس، وليس كل القواعد قلويات. مش كل القواعد بتدوب في المية وتدي إيه؟ وتدي OH قلوي. يبقى كل القلويات قواعد وليست كل القواعد قلويات. في عندي حاجة بقى يا ولاد اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. ايه هي يا استاذ متسلسلة النشاط الكيميائي دي؟ يعني ايه متسلسلة النشاط الكيميائي؟ يعني العلماء جابوا الفلزات ورتبوها، العنصر النشط حطوه فوق،
والأقل منه نشاط تحتيه، والأقل تحتيه، والأقل تحتيه. يبقى كده الترتيب دوت عملوا ايه؟ ترتيب الفلزات. رتبوا الفلزات تصاعديا ولا تنازليا؟ قلنا النشيط فوق والأقل تحتيه، يبقى كده ايه؟ تنازليا حسب نشاطها الكيميائي. تاني كده يا أستاذ، هي متسلسلة النشاط الكيميائي ترتيب الفلزات تنازليا حسب نشاطها الكيميائي. دي بسميها ايه بقى؟ بسميها متسلسلة النشاط الكيميائي. تمام. لقيوا مثلا عندنا في عناصر نشطة جدا اللي هي زي مين؟ زي الصوديوم، الصوديوم Na والبوتاسيوم K. العناصر دي نشطة جدا، دي لو حطها في المية بتتفاعل لحظيا بعنف، بتتفاعل لحظيا بعنف مع المية وتطلع غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بإيه؟ بفرقعة. يجي يقول لك إيه؟ قارن بين سلوك العناصر مع المية. الصوديوم والبوتاسيوم تتفاعل لحظيا بإيه؟ بعنف. دول اللي في ال1 A. طب العناصر اللي بعديهم يا أستاذ اللي في ال2 A زي مثلا الكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم والمغنيسيوم دول في ال2 A بيتفاعلوا مع المية بس بإيه؟ تتفاعل ببطء. دول بيتفاعلوا لحظيا، الصوديوم والبوتاسيوم عشان نشط جدا في ال1 A بيتفاعل لحظيا بعنف، لكن الكالسيوم والمغنيسيوم تتفاعل بإيه؟ ببطء. تتفاعل ببطء مع مين؟ مع المية. لكن دي تتفاعل لحظيا بعنف مع مين؟ مع المية. تمام. ال1 A أنشط من مين؟ من ال2 A. طيب في عناصر تانية زي مين بقى يا أستاذ؟ زي الخرسين والحديد. الخرسين ومين؟ والحديد. دول يا أستاذ مش هيتفاعلوا مع المية إلا بعد فترة، أو على الأقل إن احنا نعمل إيه في المية؟ نسخنها، نحولها لبخار. فالخرسين والحديد يا أستاذ دول بتتفاعل مع بخار الماء الساخن. بيتفاعلوا بس مع مين؟ مع بخار الماء الساخن. يبقى دول نشاطهم أقل شوية. مين دول؟ ده الخرسين اللي هو الزنك ZN. مين؟ الحديد. طب اللي فوق دوت ده الكالسيوم C20 2A، وده المغنيسيوم Mg12 في 2A. في عناصر تانية بقى يا أستاذ ضعيفة النشاط لا تتفاعل، زي مين؟ زي النحاس وزي الفضة وزي الذهب، Ag والCu. دول مالهم يا أستاذ؟ دول يا أستاذ لا تتفاعل. يجي السؤال في الامتحان يقول لك إيه؟ اكتب المصطلح العلمي ترتيب الفلزات تنازليا حسب نشاطها الكيميائي. سماها إيه؟ متسلسلة النشاط الكيميائي. طب السؤال التاني يقول لي إيه؟ قارن. يجي لي السؤال يقول لي إيه؟ قارن بين سلوك العناصر مع الماء، ويجيب لي مثلا عنصر الكي وعنصر السي اي وعنصر مثلا الاف اي وعنصر الاي جي. يقول لك قارن بين سلوك العناصر دي مع الماء. هقول له الصوديوم البوتاسيوم يتفاعل لحظيا بعنف، الكالسيوم يتفاعل ببطء، الحديد يتفاعل بس مع بخار الماء الساخن، الفضة لا تتفاعل. عرفنا منين؟ من متسلسلة النشاط الايه؟ الكيميائي. ولسه هناخدها ان شاء الله برضو تاني في الحلقة دي. طيب تعالوا نتكلم بقى عن تدرج الصفة الفلزية بعد ما اتكلمنا عن الخواص الكيميائية والفيزيائية للفلزات. تدرج خواص الفلزات واللافلزات في الجدول الدوري. عايزين نتكلم عن الصفة الفلزية واللافلزية، يا ترى بيزيدوا ولا يقلوا؟ اقول لك يا ولاد، زي ما اتكلمنا قبل كده عن الحجم الذري كنا بنتكلم عنه في الدورة وفي المجموعة. ناخد مثلا المجموعة 1A H1 تحتها ال Li3 بعدها ال Na11 K19 الريبيديوم السيزيوم. دي المجموعة مين؟ 1A. وناخد مثلا الدورة ولتكن الدورة الثالثة الصوديوم مغنيسيوم 12 ألمونيوم 13 سيليكون 14 فوسفور 15 كبريت 16 كلور 17. وطبعا الأرجون ما بناخدوش عشان غاز خامل ما بيأثرش معانا. طيب كنا بنقول يا ولاد قبل كده اتكلمنا عن الحجم والسالبية.
طيب خد بالك من حاجة بقى، إن الفلزات زيها زي حجم الذري بالظبط. الفلزات زيها زي مين؟ زي الحجم. شوف الحجم كان بيحصل له إيه، يبقى الفلزية بيحصل له نفس الكلام. لو الحجم بيزيد الفلزية بتزيد، اللي هي النشاط بتاع الفلزات. ما بقولش الفلزية بقى بيسموها النشاط. طب لو الحجم بيقل يبقى الفلزية أو النشاط بيقل. يبقى الفلزية زيها زي مين؟ زيها زي الحجم الذري. مين عكسهم بقى؟ اللافلزية والسلبية. اللافلزية مين والسلبية. طب تعالوا نفتكر كده في المجموعة، كان الحجم كل منزل لتحت عمال بإيه؟ دي عندها مستوى، دي عندها 2، الصوديوم عنده 3، البوتاسيوم عنده 4، الريبيديوم 5، السيزيوم 6. يبقى كل منزل لتحت كان حجم الذرة عمال بإيه؟ بيزيد. طب ليه بيزيد؟ بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة. طيب مادام الحجم بيزيد يا أستاذ، الصفة الفلزية زيها زي الحجم. يبقى الصفة الفلزية اللي هي النشاط الكيميائي اللي هي نشاط الفلزات، لما انزل لتحت هيحصل لها ايه؟ هتزيد. كل ما انزل لتحت النشاط عمال بايه؟ بيزيد. يبقى الحجم بيزيد والفلزية بتزيد والنشاط بيزيد. يبقى لو حبينا نمشي من فوق لتحت، اللي بيحصل يزداد يزداد الحجم والايه والفلزية والنشاط. بيزيد الحجم والفلزية والنشاط فين؟ في المجموعة بزيادة العدد الذري، يعني من فوق لتحت. طيب في الدورة يا أستاذ، عايزين نعرف بقى في الدورة الحجم بيزيد ولا بيقل يا أستاذ؟ في الدورة كده الحجم كان بيزيد ولا بيقل؟ دي كده دورة. كنا بنقول الحجم عمال بإيه؟ لو انتوا فاكرين الحجم كان عمال بإيه؟ بيقل. طب كان ليه بيقل يا أستاذ؟ كلهم عندهم 3 مستويات. عمال بيقل بسبب زيادة جذب النواة الموجبة للإلكترونات السالبة اللي بره. يبقى كده كان الحجم بإيه؟ بيقل الحجم، صح؟ طب ومادام الحجم بيقل يبقى الفلزية برضه عمالة بتقل. يبقى كده بيقل الحجم والفلزية. ده فلز نشط، ده فلز أضعف منه شوية زي ما خدنا في المتسلسلة فوق. تمام؟ الصوديوم كان نشط جدا يتفاعل لحظيا، لكن المغنيسيوم أقل. يبقى ده فلز نشط جدا قوي جدا، ده فلز قوي، ده فلز ايه؟ ضعيف. ده بقى ايه؟ بقى شبه فلز، ما بقاش فيه ريحة الفلز خالص. يبقى الصفة الفلزية عمالة ايه؟ الفلزية عمالة ايه؟ بتقل الفلزية. الحجم عمال يقل والفلزية عمالة بتقل. في المجموعة في الدورة اهو، الصفة الفلزية والحجم عمال بيقل لغاية ما نوصل لمين؟ للشبه ايه؟ فلز زي السيليكون 14. بعد كده هتبدأ تظهر الصفة مين؟ لا فلزية. ده الفوسفور ده لا فلز بس لسه ايه؟ ضعيف عشان عايز يكتسب 3. طب ده عايز يكتسب 2 بقى لا فلز قوي شوية. طب الكلور لا فلز قوي جدا عشان هيكتسب 1 بس. ما هو اللي بيكتسب 1 بس ده سهل يبقى ده قوي جدا. طب 2 لا أقل شوية. طب ال3 لا أقل. يبقى الصفة اللافلزية عمالة ايه؟ اللافلزية عمالة ايه؟ بتزداد اللافلية. وكان زيها مين بالظبط؟ السالبية. اللافلزية زيها زي السالبية. وخد بالك الفلزية والحجم عكس السالبية والايه؟ واللافلزية. يعني كده اهو بتقل الفلزية والحجم. طب اللافلزية والسالبية عمالة ايه؟ بتزيد لغاية ما بتنتهي الدورة في الآخر خالص بمين يا أستاذ؟ بغاز خامل. يبقى ممكن نقول لك تبدأ الدورة عنصر ايه؟ فلز قوي، ثم تقل الصفة الفلزية تدريجيا حتى نصل لأشباه الفلزات، ثم تظهر الصفة اللافلزية وفي الأول بتكون ضعيفة، ثم بتزيد تدريجيا حتى نصل لأقوى اللافلزات في المجموعة 7A، وبتنتهي الدورة في الآخر بغاز ايه؟ بغاز خامل. يبقى في سؤال بيقول لي تبدأ كل دورة بعنصر نقط. الدورة هتبدأ بعنصر ايه؟ عنصر ايه على الشمال؟ فلز. وتنتهي بعنصر نقط
هتنتهي في الاخر خالص بعنصر يكون ايه؟ خامل. طيب بتبدأ كل دورة بعنصر فلز قوي ولا ضعيف؟ قوي، قوي جدا. في المجموعة مين؟ في المجموعة 1A. ثم يحصل ايه بقى؟ تقل الفلزات تدريجيا حتى نصل لمين؟ لأشباه الفلزات. ثم تقل الفلزية تدريجيا حتى نصل لمين؟ لأشباه الفلزات. ثم تظهر مين؟ الصفة اللافلزية. كده طبعا بتكون ايه؟ ضعيفة. تظهر الصفة اللافلزية ضعيفة، ويحصل لها بعد كده ايه؟ تزداد تدريجيا حتى نصل لأقوى اللافلزات. أقوى اللافلزات بقى تبقى فين؟ في المجموعة مين؟ 7A. وتنتهي الدورة بإيه بقى؟ تنتهي كل دورة بعنصر يكون إيه أستاذ؟ خامل. يبقى اتكلمنا كده عن الصفة الفلزية واللافلزية في الدورة. طب في المجموعة بقى لما انزل تحت الفلزية عمالة بتزيد. عشان كده الصوديوم كان أنشط من مين؟ الصوديوم نشط جدا، تمام. البوتاسيوم أنشط منه. ليه البوتاسيوم أنشط من الصوديوم؟ لأن حجم البوتاسيوم أكبر من حجم الصوديوم. طب ليه تفاعل البوتاسيوم أشد من تفاعل الصوديوم؟ لأن نشاط البوتاسيوم أكتر من الصوديوم، لأن حجم البوتاسيوم أكبر من حجم الصوديوم. طيب الفلزية عمالة بتزيد في المجموعة كده. يبقى لو جينا حتى هتلاقي اللافلزية عمالة إيه؟ اللافلزية الناحية التانية عمالة إيه؟ اللافلزية هتلاقي اللافلزية يا أستاذ عمالة إيه؟ بتقل. لكن هنا يا أستاذ الصفة الفلزية عمالة إيه؟ عمالة بتزيد. تمام. يبقى الفلزية بتزيد في المجموعة، واللافلزية الناحية التانية عمالة بتقل في المجموعة. وبكده أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله نكونوا فهمتوا الدرس. معلش الدرس شديد شوية، بس محتاج مننا تركيز، نسمعه مرة كده واتنين إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. المشاهد لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس إعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد.